لو معاك من 100 ل 300 مليون جنيه ومش عارف تعمل بيهم ايه، مفيش قدامك غير حل واحد: تفتح معرض عربيات. انا بهزر اكيد، بس في الفترة الاخيرة لقيت معارض العربيات زادت بشكل غير طبيعي. معارض كتير بتفتح وعربيات كتير جدا واقفة على الارض، والغريبة بقى ان انا بشوف العربيات دي واقفة بقالها شهور. السؤال بقى هنا: هل تجارة العربيات بتكسب قوي كده؟ لما الاقي ان فرع واحد لمعرض واحد واسمه مش من الاسماء الكبيرة موقف عربيات على الارض ب 700 مليون جنيه، يبقى اكيد في حاجة غريبة، او يبقى اكيد تجارة العربيات بتعمل رقم كبير جدا انواع تجارات تانية كتير ما بتعرفش تعمله. الموضوع بقى غريب بالنسبة لي، وفعلا والله لا بتهم ولا بهاجم حد، بس دايما بيقولوا ان السلوك الاقتصادي بيعكس حاجة، وخصوصا ان السيارات من الاصول